السلام عليكم. إذا كنت من مشجعي ومحبي نادي الهلال وللمرة الأولى تشاهد قناة كارت أخضر، فضلا ليس أمرا اشترك في القناة ليصلك كل جديد. قال جورجي جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: نعرف قيمة وتأثير ألكسندر ميتروفيتش، لكن لدينا تشكيلة قوية قادرة على تعويض غياب أي لاعب، ونحن ماضون بتحقيق الانتصارات المتتالية، وفي مشوار التدريبي أرى أنه المجموعة الحالية في الهلال قادرة على تجاوز أكبر المصاعب. وتابع جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال: بالرغم من افتقاد الهلال لنجم كبير مثل نيمار، إلا أنه الفريق لم يهتز وسعيد للغاية بنقل الدوري السعودي في بلدي البرتغال، لأنه يحظى باهتمام كبير. وتابع: واجهنا اليوم فريق قوي يلعب به لاعبين سبق أن لعبوا في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسعينا لتحجيم قوة هجوم المنافس ونجحنا في ذلك. وأنهى البرتغالي جورجي جيسوس حديثه: الضغوطات تمثل حافز لنادي الهلال من أجل مواصلة الانتصار بنفس القوة والوصول لرقم قياسي عالمي، الذي اعتبره ليس من اهتماماته. وحقق نادي الهلال رقما قياسيا في تاريخ بطولة الدوري السعودي اليوم بالانتصار ال14 تواليا، كأول فريق يحقق ذلك بعدما تفوق على رقم النصر السابق صاحب 13 انتصار. ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيفي. يذكر أن نادي الهلال سيواجه الاتحاد الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.